بكم كاذب ومفبرك البلاغ الذي تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدعي انعقاد مجلس للحكومة للمصادقة على إعادة فرض الحجر الصحي. الكلام هنا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أوضح أيضا في تصريحه أن جميع المعلومات والقرارات يتم إصدارها عبر القنوات الرسمية. وإثر ذلك أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول البلاغ الكاذب بخصوص إعلان الحكومة إعادة فرض الحجر الصحي الشاملة لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث. منذ شهور تتصدر الدار البيضاء أرقام الإصابة بكوفيد 19، ورغم إجراءات التشديد لم يتوقف النزيف. اليوم فقط سجلت المدينة 846 حالة جديدة مؤكدة. البيضاويون منقسمون حول كيفية التعامل مع هذا المعطى المقلق، وذلك ما سنتابعه في الريبورتاج. ابتداء من 9 من مساء اليوم دخلت حيز التنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة بإقليم الحسيمة، وذلك بهدف محاصرة انتشار العدوى وتقليص الضغط المتزايد على مستشفى القرب بإمزورن. أولى القيود إلى تراب الإقليم برخصة استثنائية، ثم إغلاق المحلات التجارية والمهنية والمقاهي والمطاعم على الساعة 9 ليلا، وكذا حظر التجول بين 9 مساء و6 صباحا. الإعلان عن هذه التدابير الجديدة في ريبورتاج. وجهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت اليوم 205 حالات جديدة، من بين 3460 إصابة أعلن عنها على المستوى الوطني. في آخر تحديث لوزارة الصحة حول تطور الحالة الوبائية ببلادنا، أعلن أيضا عن وفاة 67 شخصا بسبب مضاعفات الداء. ياسين كوينتي. وأوروبا التي أصبحت بؤرة لتفشي الجائحة تسارع الزمن من أجل احتواء العدوى وتجنب استنفاذ طاقة المستشفيات. بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالوباء مع تسجيل أكثر من 46 ألف وفاة. قررت وبعد ويلز إغلاق إنجلترا ابتداء من الخميس المقبل وإلى غاية 2 دجنبر مع إمكانية التمديد، بينما أعلنت بلجيكا عن إعادة الحجر لمدة 6 أسابيع ابتداء من يوم غد الاثنين. اليونان قررت أيضا فرض إغلاق جزئي على المدن الكبرى بما فيها العاصمة أثينا. تشديد الإجراءات يهم كذلك ألمانيا وإيطاليا. الدول الأوروبية تسجل لوحدها أكثر من 10 ملايين إصابة، وخلال الأسبوع الأخير أحصت القارة العجوز نصف الحالات المسجلة على مستوى العالم. السباق نحو البيت الأبيض يحتدم، وذلك على بعد يومين فقط من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل. دونالد ترامب الطامح إلى الفوز بولاية ثانية بدأ اليوم جولة ماراثونية أخيرة تقوده إلى 5 ولايات حاسمة، وهي الولايات التي تظهر فيها استطلاعات الرأي تقاربا بين ترامب وبايدن. نادية الجوبي. الولايات المتحدة الأمريكية تحطم رقما قياسيا بتجاوز عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا 90 مليون ناخب، وهو ما يعتبر أعلى مشاركة منذ أكثر من 100 عام. إقبال الناخبين على التصويت عن طريق البريد أو في مواقع الاقتراع المبكر سببه أيضا مخاوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة في يوم الانتخابات. ويتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات للرأي على مستوى البلاد وسط انتقادات لأسلوب تعامل إدارته مع كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب عن 229 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية. سياسته في التعاطي مع الوباء عكستها مواصلته للتجمعات الحاشدة في عدد من الولايات خاصة في بنسلفانيا. نحن حركة واحدة، شعب واحد، أسرة واحدة، وأمة مجيدة تحت الإله، ومعا مع ساكنة بنسلفانيا العجيبة صنعنا الفوز، صنعنا أمريكا قوية مرة أخرى. جو بايدن وعلى عكس ترامب وإن كثف من جولاته الانتخابية
فقد تحاشى التجمعات بسبب كوفيد-19 واكتفى مناصروه بالبقاء داخل سياراتهم ينصتون إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي دعا مناصري بايدن إلى دعمه وبشدة. رسالتي هي أنكم أنتم من يمتلك السلطة للتغيير، إنها بين أيديكم في هذا البلد. لا يهم ما يقوم به أو يقوله ترامب، ولا شيء يمكنه القيام به ليمنع مواطني هذه الأمة عن التصويت بكثرة واسترجاع الديمقراطية. 3 أيام فقط تفصل الديمقراطيين والجمهوريين عن يوم الحسم الذي سيحدد سيد البيت الأبيض الجديد، ومن سينجح في كسب ود الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وإلى الجارة الشرقية، حيث كان اليوم قرابة 25 مليون جزائري على موعد مع استفتاء للتصويت على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لجزائر جديدة. الإقبال كان ضعيفا ونسبة المشاركة لم تتجاوز بل تجاوزت بقليل 18% عند 5 من عشية اليوم، فيما شهدت عديد الولايات الجزائرية إغلاقا لمكاتب التصويت من قبل المحتجين. نتابع مع ياسين كويندي. تعديل الدستور من أجل جمهورية جديدة، يبدو أن هذا الرهان لم يحظى بإجماع الجزائريين. الرهان الوحيد جاء مخيبا للآمال. نسبة المشاركة كانت ضعيفة في استفتاء على دستور جديد من أجل تغيير. مراكز الاقتراع التي وصل عددها إلى 61 ألف مكتب فتحت في وجه قرابة 25 مليون جزائري للتصويت على تعديل الدستور. منذ الساعة الأولى بدت مؤشرات عدم الإقبال واضحة. لم يصوت حتى الساعة 10 سوى 6 أشخاص من أصل 249 ناخبا مسجلا في أحد المراكز، فيما بلغت النسبة 13% عند الساعة 2 ظهرا. وقررت السلطات الجزائرية إلغاء التصويت في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في أغلبية بلديات تيزي والزو، وتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر الولاية الذي يوجد تحت مراقبة مشددة. وهي الإجراءات الأمنية التي لم تسمح بإجراء التصويت الذي جرى في غياب الرئيس عبد المجيد تبون الذي نقل مؤخرا إلى أحد المستشفيات بألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة، فيما يتضمن تعديل الدستور تقييد فترات الرئاسة ويمنح صلاحيات جديدة للبرلمان والقضاء. ويأتي هذا التصويت بعد قرابة عام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، وبعد أقل من عامين على انطلاق المظاهرات التي أطاحت بالنظام عبد العزيز بوتفليقة. وتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة مع الأول من نوفمبر، وهو عيد الثورة ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي. والجزائر تخلد اليوم الذكرى 66 لاندلاع ثورة فاتح نوفمبر. جلالة الملك محمد السادس وجه بالمناسبة برقية التهنئة للرئيس الجزائري، أعرب فيها عن تهانيه ومتمنياته للشعب الجزائري باضطراد التقدم والرخاء، ومستحضرا ملحمة التآزر والتضامن التلقائي الذي طبع فترة الكفاح البطولي للشعبين المغربي والجزائري من أجل الحرية والاستقلال. نعود للخبر الوطني. بمراكش نظمت إحدى الجمعيات مبادرة للتبرع بالدم في محاولة لسد الخصاص في مخزون هذه المادة الحيوية، خاصة في الفئات النادرة. وفي يوم توفير 105 من أكياس الدم رقم هام لكنه غير كاف لسد الخصاص الحاد. والجائحة ترخي بظلالها على النشاط التجاري. في مسائية اليوم نزور حي الأحباس الذي شيد بالدار البيضاء قبل قرن بل أكثر من قرن من الزمن، ومنذ ذلك الحين شكلت دكاكينه الحبلى بأنواع الصناعة التقليدية قبلة للزوار المغاربة والأجانب. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.